إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في هذا البيان أو في هذا النداء، وهو بيان مهم ونداء عظيم دبجته يراعة علماء بلد الله الحرام عام 1343 هجرية، عقيب اجتماعات بإخوانهم علماء نجد، أصدروا على إثرها هذه الرسالة العظيمة المختصرة في بيان العقيدة الصحيحة، مستلة من كتاب الله وسنة رسوله ومما أجمع عليه سلف الأمة، نابذين وراءهم الآراء الكلامية والمناهج الفلسفية والخزعبلات الصوفية ودجل المنحرفين وزيغ المبتدعين. كان ذلك منهم إبراء للذمة وخروجا من التبعة وبيانا للهدى ودعوة إلى الحق الصراح، وإنغاذا للأمة من التخبط في ظلمات الجهل والشرك وليل الخرافة والبدعة. وأهمية هذا النداء نابعة من جهتين: الأولى أنه تضمن بيان أهم ما يجب على المسلمين أو أهم ما يجب على المسلم معرفته واعتقاده والإيمان به في جملة صالحة من مسائل العقيدة، بأسلوب سهل ولغة بينة على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة الأبرار. الثانية أنه قد صدر موقعا من 16 عالما من علماء بلد الله الحرام، يزيل اجتماع كلمتهم على هذه العقيدة كل ريبة في النفس أو شك يتردد في الصدر، ويوقع في القلب كمال الرضا وتمام الثقة وغاية الطمأنينة بما يقوله ويكتبه هؤلاء الأعلام. نشر هذا النداء في العدد 38 من جريدة أم القرى عام 1344 بعنوان نداء عام من علماء بلد الله الحرام. ثم أصدرته إدارة الجريدة في كتاب بعنوان البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد في 4 ربيع الأول 1344، وضم إلى النداء خطاب رئيس القضاء الشيخ عبد الله بن بليهب الذي ألقاه في الاجتماع المعقود بين علماء مكة وعلماء نجد رحمهم الله جميعا. ثم نشرته رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في عام 1398، وضمت إليه بيانا من علماء مكة ونجد في ذكر بعض مسائل العقيدة المتفق عليها بينهم. كان قد نشر في العدد الثاني من جريدة أم القرى في تاريخ 15/5/1343. ولما كان هذا النداء بهذه المثابة ولجهل كثير من أبناء الأمة، عزمت، وهذا هو كلام المعتني به، عزمت على إعادة نشره إقامة للحجة ودفعا لكيد المبتدعة الزائقين الذين يتحينون الفرصة لنشر بدعتهم وإعادة شوكة الخرافة والقبورية. هذه مقدمة محمد بن عبد العزيز الأحمد، وهي بتاريخ 1410. يقول العبد الفقير إلى عفو ربه ياسين محمد خير: لقد مر على هذا النداء قرابة 100 عام، وهذه النسخة التي بين يدي والتي اعتنى بها الشيخ محمد بن عبد العزيز الأحمد نشرت عام 1410 هجرية، أي مضى على نشرها قرابة 44 عاما. وبالرغم من انتشار الدعوة إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، إلا أن الشرك ما زال موجودا، وكذلك البدع.
ذلك جعلني أرغب في قراءتها ونشرها مرة أخرى عبر الوسائل الحديثة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني وممن كل من شارك في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.